اولا انا بصور تاني يوم من اليوم العالمي للمرأة، فتحية للمرأة، مبروك يا مرأة على اليوم العالمي للمرأة. تخيل انا بعمل فيديو اتعاطف فيه مع المرأة دلوقتي، تخيل انا شفت ايه ضايقني، فهدخل في الموضوع على طول. انا دلوقتي اعلامي، ربنا كرمني وعملت برنامج، احنا بنتكلم في موضوع مش في اشخاص. انا بقى وليد، ربنا كرمني وعملت برنامج واستضفت الاستاذة سالي عبد السلام. متوقع انت مني ايه؟ ان انا يا اتكلم على سالي واعرفك بيها لو انت ما تعرفهاش، يا اما اتكلم عن مهنية سالي وشغلها، يعني حاجة في شغل سالي. بلاش يا سيدي، هسألك على حياة سالي الشخصية. لكن هل منطقي ليك ان انا اجيب سالي اسألها على بنت خالتها متجوزة واحد اخو جوز بنت خالتها ده طلق ممثلة، هل الممثلة دي سلفتها اللي هي بنت خالة؟ الكلام ده بالليل نعمله، ده في التليفون بالليل. انا كمشاهد انا مال اهلي بالفيلم ده كله. ثانيا انا ضد فكرة ان اتنين اتطلقوا نقعد نتكلم عليهم، لان هنا الزاهد ممكن بكرة تتجوز ربنا يكرمها. ده مش نورمال بالنسبة لنا ان احنا واحدة اتطلقت نقعد نتكلم عليها حتى لو ممثلة. اتفرج. السؤال وحش قوي يا باشا، السؤال وحش قوي. مش عايزة ترد، السؤال وحش قوي. وحش قوي قوي قوي. خلاص بقى يا سالي، انت جايه تقعدي مع السؤال وهيعرفنا انه وحش يا سالي. خلاص يا سالي عيب بقى، احنا معزومين عند الناس. انت عارفه كويس ان دانيا هي سبب طلاق هنا الزاهد واحمد فهمي. ايه ده جو فيديوهات يوتيوب ده اللي هو سلفتي نسيت المكرونه على النار ولعت، يا لهوي تعالوا اوريك. انا كمشاهد مالي حضرتك؟ انا مالها؟ يعني تخيل سالي قالت انا مالي، انا مالي بقى. يعني سالي اللي هي بنت خالتها قالت انا مالي، وده فعلا انت مالك يا سالي. انا بقى مالي، انت، احنا مالنا بده. نكمل. ثم يا استاذه بسمه، انت متضايقه ليه؟ زعلانه ليه يا استاذه بسمه؟ هي خلاص قالت انا مالي، ننقل على اللي بعديه. انت بقى يا سالي، ها عندك كام سنه؟ بتقبضي كام يا سالي؟ سالي بتقبضي كام يا سالي؟ متضايقه ليه يا استاذه بسمه؟ انا ما كنتش حاضر الواقعه. ده سبب تاني غير ان هي ملهاش دعوه، قالت بلسانها على التلفزيون انا ما كنتش حاضره الواقعه. انا مطلوب مني ايه؟ مش هتكلم على عيلتي. تالت، انا مالي، انا ما كنتش حاضره الواقعه، وحتى لو انا عارفه مش هتكلم على عيلتي. والله يا بنتي انت قلتي كل اللي في الاصول اللي في الدنيا. مين اللي قالك ان انا عايزاكي تيجي على دنيا؟ انت اللي قلتي دلوقتي. استاذه بسمه طب انت عايزه ايه؟ انت زعلانه ليه؟ استاذه بسمه انا بحب برنامجك جدا، ده انا كنت متابعه جدا، بس انا اتضايقت بصراحه. انت قلتي السؤال يبقى لازم تجاوبي بالحقيقه. قالت انا مالي، ما اعرفش، الموضوع ما يخصنيش. اذا احنا تاني بنسال على بنت خالة سالي متجوزه واحد اللي هو كريم فهمي. كريم فهمي بقى اخوه احمد فهمي. احمد فهمي بقى كان متجوز هنا الزاهد وطلقها. فاحنا هنسال هل هنا دي بقى اللي هي ايه اخو جوزها مراته بقى، هل هي السبب؟ ها وسلفتي بقى ولعت في القهوه وفارت، فامي دخلت شافت الموضوع قالت يا لهوي. انا كمشاهد انا مالي. دي اجابه على فكره. لا مش اجابه، انا ما وصليش حاجه. وحاجه تانية بقى انا عايز اتكلم فيها يا جماعه، فكره ان احنا نتكلم على بنات اتطلقت ده مش نورمال، حتى لو البنت ممثله مشهوره زي هنا الزاهد. وعلى فكره انا ما اعرفش هنا ولا عمري قابلتها، مش صحاب مثلا، بس مش حلوه. البنت اتطلقت، ربنا يوفقها، عشان يمكن هي دلوقتي هتتخطب. انا لو خطيبها دلوقتي هتضايق ان احنا بنجيب سيرتها مع الاكس. ما تسيبوا الناس في حالها يا جماعه. سالي شغاله بقى لها 15 سنه، ما نكلم سالي على شغلها. الموضوع يضايق بجد. تاني حاجه عايز اتكلم عليها يا جماعه، وبجد انا هحاول بجد نقلل ليفل الهزار، ان الحاجات دي ما بهزرش فيها والله العظيم. الحلقه دي بتاعه استاذه بسمه مع المخرجه ايناس الدغيدي. انا هفتح اللي قدامنا واحنا نتكلم فيه مع احترامنا لاستاذه ايناس والبسمه. انا بحترم الناس كلها، مش هنغلط في شخص حد، انا مش عاجبني الكلام ومن حقي. فتعالوا كده نسمع. لا بنتي عمير الشرقاوي ابنه الراحل جلال الشرقاوي. معقوله؟ دي كانت جميله، ست جميله، بنت كانت جميله. اليوم العالمي للمرأة بيسلم عليكم وبيقول لكم ان كل الستات حلوة. بيقول لكم ما ينفعش نطلع على الهوا قدام ملايين الناس نقول الله دي كانت جميلة. هي ما زالت جميلة، الناس كلها جميلة. فين بقى لجنة حماية المرأة ويوم المرأة العالمي؟ فين دي؟ اول حاجة تعال نكمل بقى. هي قالت لها دي كانت جميلة، فاستاذة بسمة قالت لها ايه؟ الحاجات بقى فبقت وحشة بقى. ايه علاقة الحجاب بالموضوع؟ معلش ليه اقحم الحجاب والدين في كلامنا؟ بنجرجر الكلام لايه؟ وهي اتجرجرت بصراحة. مش هي احلوت. مالكوا يا جماعه؟ دي واحده قاعده في امان الله، انا مالي يا لمبي. يعني انتوا جبتوا صورتي في البرنامج وطلعت قالت وحشه، والثانيه قالت لها حلاوه، الثانيه يا حلاوه. ايه ده؟ يعني ليه نعمل كده في الناس؟ والله احنا ممكن كلمه زي كده تدمر معنويات حد. ليه نعمل كده في حد؟ ما الست محترمه وصورتها جميله بالحجاب وشبه امهاتنا وشبه اللي في بيوتنا. في ايه مالكوا؟ ده يوم المرأة العالمي يا جماعه. انت فاكر الموضوع خلص على كده؟ عشان بالحجاب. بقول لك ايه، انت محلوتي بعد الحجاب. ليه كده يا استاذه ايناس؟ رايك ويحترم لحد هنا، رايك ويحترم، مع ان ما ينفعش يتقال كده. والله ما ينفع يتقال كده، لان انت اسمك مؤثره. لو دي قناعاتك انت حر. بصي انت حر. نسمع الجاي. انت حلوتي بعد الحجاب. اسكتي احسن الموضوع بيزقزق في دماغي. بتقول لها اسكتي احسن ان هي ترجع تتحجب تاني، لان بسمه وهبه كانت محجبه وقلعته، وربنا يهديها بتفكر تلبسه تاني. يا رب يهدي الجميع. ودي حاجه تحسب لبسمه وهبه جدا، ان في حد مؤثر قدامها بيتكلم كده على الحجاب، فقالت اسكتي الموضوع بيزهزه في دماغي. يعني دايما بناخد بصفاء النيه. اسمع بقى الجمله دي كده. لا خليكي بقى، احنا ما صدقنا رجعناكي. انت صدقنا رجعناكي فين؟ وليه الناس ساكته على الحلقه دي؟ وليه الحلقه دي بتنزل باريحيه كده؟ ليه ما حدش اعترض على جمله زي كده؟ مش ههزر، لان الموضوع
الموضوع لما بيلنك للدين انا ما بحبش اهزر ولا ناخده بكوميديا ولا حاجه. الجمله دي ضايقتني جدا كشخص مسلم، كشخص اعرف بنات كتير نفسهم يتحجبوا والخطوه صعبه عليهم، فلما يلاقوا حد ناجح او حد مؤثر او حد معروف بيتكلم كده، انت حبطتي ملايين وانت مش حاسه بجمله. فلو دي قناعتك حتى keep it to yourself. الجمله دي بالنسبه لي ضايقتني جدا، مع احترامي طبعا لحضراتكم انتوا الاثنين، بس الجمله مزعجه، فانا مش هعلق عليها حتى الكوميديا، انا مش هعلق، انا هسكت. وفي الكومنتات يا جماعه بلاش غلط لو سمحتوا.